كل العالم، كل الكون، كل الصحف الرياضية شايفة وعارفة اللي مر بيه الزمالك في الموسم ده من مشاكل وقضايا وسحب أرض ومفيش فلوس ومشاكل لعيبة والقيد مكفول وما عندكش أساسا تقدر تجيب صفقات. كذا مرة فاتت علينا من غير ما نجيب صفقات زي باقي الأندية، واكتفينا بأننا صعدنا الناشئين ومرة واحدة صفقات وبعدين الموضوع اتجفل وخلاص ما تقدرش تعمل أي صفقات. مرينا بظلم تحكيمي طول السنة وطول الموسم، تمام، بالإضافة لسحب الأرض وإمكانياتك ودخلك وكل يعني فلوس اللي المفروض هتدخل لك من كل شيء. تقريبا كل ده اتمنع عنك أساسا وأنت غرقان في كمية مشاكل مش ملاحق عليها مع الفيفا علشان تلحق تقدر تفتح القيد قبل مثلا ما تشتري أي صفقة. يعني كل العالم عارف الكلام ده وعارف ان ده اسوأ موسم مر بيه الزمالك في التاريخ، يعني اسوأ من العشرية السوداء. لان وقت العشرية السوداء يمكن كان في الامور ماشية في ماليا بس ما فيش بطولات، لكن حاليا يعني ماليا انت مطحون حرفيا وقضائيا وعداليا. مفيش عدل في الرياضة من بداية الموسم، والزمالك بيطحن من التحكيم وكان ممكن يخلص الدوري ده من بداياته، تمام. ده الموسم اللي احنا عارفين ان الزمالك في اسوأ موسم له في التاريخ، ومع ذلك الزمالك موجود في يعني بينافس على الدوري وان شاء الله على الكونفدراليه. يعني الاثنين البطولتين هو في النهائي، يعني يعتبر بيحط الرتوش الاخيره باذن الله على نهائي بطولتين، تمام. ده الزمالك مفروض في اسوأ مواسمه، يعني وراه رجاله جمهور قوي ربنا، والجمهور ده هو اللي وصل الزمالك اللي هو فيه واللي لسه مخلي الزمالك موجود في الرياضه عموما هو ربنا وجمهورنا الزمالك. الموسم ده كان الأسوأ عالميا لاي نادي ممكن يمر بيه، تمام. نركن ده على جنب. تعالى الاهلي. هيقول لك ليه الاهلي؟ ما منافس موجود معانا وجارف الرياضه كلها وافسدها بالاموال وبالاموال الشمال، يدفع للمنافسين اللي بيواجهوك ويدفع للحكام ويدفع لده ويدفع لده، وصفقات ملياريه وصفقات القرن واكبر ميزانيه في الشرق الاوسط. يعني كان الاهلي مفروض ان ده افضل موسم لنادي الاهلي على كميه اللعيبه اللي جابها وقيمتهم والاموال اللي موجوده في النادي الاهلي كميزانيه كان بيستعرض بيها في بدايه الموسم ويقول لك اكبر ميزانيه في الشرق الاوسط النادي الاهلي. يعني موسم مفروض افضل موسم في تاريخ النادي الاهلي، كان مفروض ياخد كل البطولات، تمام. يعني مفروض افضل موسم، خلينا نتفق ان ده المفروض انه افضل موسم. لعيبتك خسعت بقى، انت خسعت بعد كل ده بقى موسم سيء، بس مفروض كان يبقى افضل موسم. فما يطلعش واحد معرص يقول لك الاهلي في اسوأ مواسمه لسه بينافس على الدوري. اللي يطلع يقول كده يبقى معرص ايا كان موقعه من الاعراب. لما تطلع تقول الاهلي في اسوأ مواسمه بينافس على الدوري تبقى انت لاخر مباراه تبقى انت معرص برخصه معروفه. مفيش حاجه اسمها الاهلي في اسوأ مواسمه. هو الزمالك في أسوأ مواسم في تاريخه وأسوأ ظروف مر بيها نادي هو اللي يحسب ليه انه بينافس على الدوري وبينافس على الكونفدراليه بطوله قاريه في الوقت اللي انت كنت افضل نادي في كل شيء، خرجت من كل شيء. فما ينفعش حتى دي تعرصوا فيها. كفايه تعريص، دمكم بقى تعريص للاهلي، تعريص 24 ساعه تعريص. كفايه يا شويه معرصين، كفايه.